سلام البنات، لاباس عليكم؟ بخير؟ هاني اموركم مزيانه؟ كنتمنى الفيديو ديالي يلقاكم في احسن الاحوال. كيف ما عودتكم دائما ضمن السلسله اللي اختاريت ديال المنتوجات الطبيعيه ديال التعاونيه مناحي السوس. دائما عندي الجديد. بالنسبه اليوم ان شاء الله مهم نهضر لكم على الفوائد الخروب. طبعا كما شفتوا هنا المنتوج الجديد اللي عندهم هو الكسكسو ديال الخروب. طبعا هذا راه كسكسو يمكن لكم تفوروه عادي بحال اللي كتفوروا كسكسو عادي، سواء بالتفايه ولا بالخضره. يعني غير هو الفرق اللي بيناتهم هذا ديال الخروب، ماشي ديال القمح مثلا اولا ديال الشعير الى اخره. هذا ديال الخروب. انا الحاجه اللي غنتكلم لكم عليها هي الخروب. كما كتعرفوا الخروب هو هذا اللي شفتوا في الصوره. طبعا عنده فوائد كبيره صحيه بزاف بزاف بزاف. علاش؟ لان اول حاجه بالنسبه لبعض الفوائد، انا غنذكر لكم بعض الفوائد. اول حاجه هو تعزيز عمليه الجهاز الهضمي. يعني الناس اللي تيكون عندهم مصارن عكزانين او مثلا عندهم مشكل في الامعاء، فهذا علاج لهذا المشكل يعني بالضبط. وكذلك الناس اللي عندهم الاسهال، الناس اللي دائما عندهم اسهال وكرشهم كتكون دائما جاريه، فهذا راه كيمنع الاسهال، يعني كيخلي لك ديك الحركه الامعاء تكون مزيانه. كذلك حتى عمليه الخروج كتكون يعني ما كتفقدش الجسم ديالك الفوائد اللي عندك مثلا من الياف الى اخره. يعني كتكون الخروج ديالك طبيعي، ما تيكونش يعني فيه الاملاح المعدنيه كطيح، ولا كيكون يعني الكونستيباسيون، يعني كيكون الخروج ديالك عادي جدا. علاش هادشي؟ لان بالنسبه للخروب فيه واحد الماده اللي هي العفص. ديك العفص هي اللي كتخلي لنا افراز الهرمونات ديال الجهاز الهضمي، هي باش كيخدم لنا الجهاز الهضمي. وكذلك حتى الامتصاص يعني الامتصاص في الجسم. يعني كيكون الماكله اللي كناكلو ضروري كيخصها واحد العمليه ديال الامتصاص، ديك الامعاء كيقوموا بديك العمليه. فملي تيكون فيهم خلل راه ما كتبقاش ديك العمليه ديال الامتصاص، دونك ما كتستافدوش بزاف حتى من الاكل اللي كتاكلوه، راه ما كتستافدوش منه. غالبا كيخرج على عباره عن فضلات. اعزكم الله. ثاني حاجه اللي هي كتخفض مستوى الكوليسترول في الدم. علاش؟ لحقاش فيه لان هذا الخروب سبحان الله هو في واحد النسبه عاليه من الالياف القابله للذوبان، وكذلك مضادات الاكسده. هذا علاش الناس تخفض لنا مستوى الكوليسترول في الدم. وكذلك حتى الناس اللي عندهم الضغط، الناس اللي عندهم الضغط اولا الطونسيون كما كنقولوا. علاش؟ لان اولا الخروب ما فيش الكافيين، يعني نهائيا خالي من الكافيين. وكذلك فيه نسبه كبيره من البوتاسيوم، طبعا اللي هو من اهم العناصر اللي كتعزز لنا صحه القلب. علاش؟ لان بالنسبه للخروب سبحان الله، يعني باش هو السبب اللي كيخليه ضغط الدم كيكون يعني كينخفض، لانه تيساهم لنا في الارتخاء ديال الجدران ديال الامعيه الدمويه، وبالضبط وبالتالي فهو كيسيطر لنا على الضغط. هذا اهم حاجه. الناس اللي عندهم دائما عندهم طونسيون طالع، ما عليكم غير بالخروب. انتم كما شفتوا راه كاين منتجات عديده بالخروب. ثاني حاجه رابع حاجه اللي هي الوقايه من السرطان. ديجا كنهضرنا ان فيه مضادات الاكسده بزاف، دونك فهو راه كيقي الجسم ديالنا من السرطان. خامس حاجه كيعالج لنا السعال والانفلونزا. علاش؟ لان فيه بزاف الفيتامينات، وفيه بزاف ديال مضادات الاكسده القويه بحال البوليفينول. وحتى مثلا حتى الا مضغنا غير الورق ديال الخروب، راه ماشي ضروري ناكلو النبته، راه ميم الاوراق ديال الشجره فتا هما راهم يعني غنيين بزاف. وهما كيعالجوا لينا ديك الناس اللي عندهم مشاكل مثلا في التهاب الحلق. فما عليكم الا تمضغوا الاوراق. طبعا بعد ما تغسلوهم، كتعرفوا التلوث كيكون في اللي موجود في الطبيعه، التلوث الى اخره. فغسلوا الوريقات ومضغوهم، راه ديك المرونه ديالهم سبحان الله راه يعني كتلتئم لينا ديك الجروح او ديك الالتهابات اللي عندنا في الحلق. كذلك هو كيحارب لنا هشاشه العظام. علاش؟ لانه غني بالفوسفور وبالكالسيوم. كما كتعرفوا راه المنتجات الطبيعيه راه والله العظيم الا احسن حاجه هي انكم تتبعوا يعني المنتجات اللي هي طبيعيه. اول حاجه ما فيهاش مواد حافظه، ثاني حاجه هي طبيعيه. مادام هي طبيعيه الا عندها فوائد كبيره.
طبعا هادشي راه ماشي كيتقال غير هكذاك، هادشي راه كله بدراسات علميه مثبته باش كيعرفوا الفوائد ديال كل حاجه. هادشي راه كله عن دراسه، ماشي هكا كنقول هادشي غير يهضروا صافي، لا هادشي راه كله تحت دراسه طبيه وابحاث اللي خلات ان هادشي يتعرف به هاد النباتات الى اخره. كذلك هي كتنظم لنا مستوى الكوليسترول او لا عفوا مستوى السكر في الدم، بما انها كتهبط لنا مستوى الكوليسترول في الدم فاكيد عندها حتى على السكر. علاش؟ لانه ديجا فيها الياف غذائيه قابله للذوبان كيف ما سبق لي وشرت لكم. حتى الناس اللي عندهم، طبعا الناس اللي عندهم داء السكري، غير انتباه لواحد النقطه. بالنسبه للخروب كتعرفوا انه هو يعني الحلاوه فيه كبيره، يعني نسبه الحلاوه فيه طبيعيا هي كثيره، يعني انت ملي كتذوقوا الخروب راه ما كتلقاوش مر، كتلقاو حلو. فردوا البال هذه المساله هذه، نعطيكم السر. يعني ملي تاكلوا الخروب غتاكلوه بواحد القياس، يعني ماشي تاكلوه بشكل كبير او مثلا بقياس كبير، لا غتاكلوا منه واحد القياس هكذا باش ما تطلعوش عاوتاني نسبه السكر. ولو ان راه هو يعني ضد الكوليسترول وكذلك كيخفض لنا مستوى السكر، ولكن نتوما خصكم تاخذوه بالمقياس. حتى بالنسبه الناس اللي عندهم الوزن، راه سبحان الله الناس اللي عندهم وزن زائد داروا لهم دراسه، لقاو على ان هذا الخروب عطاو ليهم وشافوا الخروج ديالهم او لا يعني البراز ديالهم، لقاو ان نسبه الدهون في داك البراز اكثر. علاش؟ لانهم تناولوا الخروب، فهذاك الخروب فراه كيذوب لنا حتى ديك الدهون اللي كتكون متراكمه في الامعاء. يعني كتعرفوا الامعاء راه فيهم الدهون، يعني في البطن، فراه هي سبحان الله كتحرق لنا هذيك الدهون، فلقاوها في الخروج ديالهم. دونك هنا راه عنده كذلك فوائد صحيه على الناس اللي عندهم مشكل ديال اولا السمنه، السمنه المفرطه اولا السمنه. زائد انها راه مزيان حتى للشعر، يعني صحه الشعر وكذلك البشره. بالنسبه للناس اللي عندهم تساقط الشعر، هادشي راه خصكم تاكلوه، ماشي فقط ديروا به يعني فوق الجلده اولا في الشعر، لا راه خصكم تاكلوه. علاش؟ لان فيه مضادات الاكسده كما قلت لكم، فيه فيتامينات. حتى بالنسبه للبشره والجلد راه مزيانه، راه كترجع لكم حتى داك الكولاجين الطبيعي ديال البشره. وعاد بالنسبه للمراه الحامل راه عنده فوائد عليها. علاش؟ لان كتعرفوا المراه الوحام الى اخره، القيء، الغثيان، هذه راه كلها عوامل. يعني هاد الخروب كيسيطر عليها بشكل كبير بزاف بزاف، حتى ديك الرغبه ديال التقيؤ الى اخره ما كتبقاش. وكذلك الناس يعني النساء الحوامل اللي كتكون الحرقه، طبعا بعد ما كيوصلوا واحد الشهور في الحمل، فراه كتولي بزاف ديك الحموضه ديال المعده كطلع، كتولي ديك الحرقه، ضربات الجهاز الهضمي، فهو راه كيمنع اولا كينقص بشكل كبير. هادشي الا ما كناش كيمنع يعني بصفه نهائيه، ان ديجا هو حلو ماشي مر، فراه كيخفف لنا حتى ديك الحموضه ديال المعده ما كتبقاش. هادشي ملي كنهضروا على الخروب اللي هو طبيعي. وكاين كذلك الخروب اللي هو الجاف، بحال هذا كما شفتوا، هذا راه مطحون دونك راه جاف، ماشي بحال الاخر اللي كتقبطوا النبته وكتاكلوها، هذا راه الجاف. هو فراه كيصوبوا به كذلك، هو كيتعتبر بديل للكاكاو، كيصنعوا به الشوكولا، كيدخلوه في الحلويات، في المخبوزات. مثلا كما شفتوا هذا السكسو الخروب، هذا راه فقط يعني خروب مطحون ومصوبينه بالماء والملح. يمكن لكم تاخذوا الخروب وتعجنوه في الحلوى، ديروه مثلا في الخبز، مشروبات. راه كاينين منتوجات، راه ما صورتهم لكمش، راه كاين منتوجات ديال التعاوني ديالنا اللي هما يعني مشروبات مصوبه بالخروب، عباره عن شراب دافئ للخروب. الا مشيتو مثلا غير بعد لو سوبر مارشي بحال اسواق السلام غتلقاوه، راه كاين مشروب بالخروب، مشروب طاقي، هو مكتوب عليه مشروب طاقي. انا ما مشيتش باش نصور لكم صراحه، مهم ما كتبش انني نمشي، ولكن راه كاين عندهم تما في التعاونيه. الا مشيتوا لاسواق السلام في المغرب راه غتلقاوه، راه غزال بزاف بزاف. طبعا هادشي راه كله تحت دراسات كما قلت لكم. وكتعتبر الدقيق ديال الخروب هو قليل الدهون المهدرجه، معناها ما فيش الدهون سبحان الله. وكذلك كيمنع الكوليسترول كما قلت لكم، زائد انه غني بالصوديوم اللي هي طبعا مصدر عالي من ريبوفلافا. كذلك الكالسيوم، البوتاسيوم، النحاس، المنغنيزيوم، ثم الالياف الغذائيه القابله للذوبان. طبعا هذه بعض الفوائد ديال الخروب. راه هي عندها فوائد كبيره، اللي جيت نهضر عليها راه ما غنساليش. المهم كنتمنى يعني تستافدوا من هذا الفيديو ديالي،
اللي عجبو الفيديو خلي لي لايك، كذلك التعاليق ديالكم الزوينه. اي سؤال مرحبا مرحبا، اي سؤال راني نجاوبكم عليه اكيد. ونتمنى تدعموا المحتوى الهادف، محتوى اللي عنده يعني طبعا هدف، ماشي محتوى تخربيق او لا. المهم راك تعرفوا. وشكرا جزيلا، والى اللقاء فيديو قادم ان شاء الله.